كانت دمشق القديمة في يوم التراث العربي السوري عاصمة الثقافة والتاريخ كما كانت، فمن عروض الحكوات والمهن الحرفية القديمة إلى مأكولات مملكة ماري، مهن تحمل في روحها عبق التراث السوري فلا تكاد تنضب ولا تنتهي، مع مجموعة من أقدر الحرفيين السوريين المؤمنين المصممين على إحيائها وجعلها منارة للعالم. في بيت شاعر النشيد العربي السوري خليل مردنبيك تأثرك حكاية سورية متجسدة بريشة فنان، افتتحت وزارة الثقافة يوم التراث السوري. أنا أرى في هذا النشاط يعني قصة هامة جدا، وهو تمسك السوريين بتراثهم وحضارتهم وعراقتهم وتاريخهم، وأرى أن هذه العراقة وهذا العيش المشترك هو المستهدف منذ اليوم الأول، لأن سوريا بهذا تقدم نموذجا للعالم، نموذجا رائعا وفريدا من المحبة والعيش والتراكم الحضاري الذي شهدته هذه البلاد. اليوم علينا أن نركز كثيرا على هذه الهوية، أن نركز على خصوصيتها، على عظمتها، أن نحدد معالمها لنزيد من تمسك الإنسان بوطنه وأرضه، وننمي لديه حس المواطنة. إلى خان أسعد باشا الذي افتتح فيه سوق للحرف التقليدية التراثية السورية من جميع المحافظات بالتعاون مع اتحاد الحرفيين والأمانة السورية للتنمية، كما أقيم عرض للأزياء التراثية العربية السورية مترافقا مع إحياء التراث المولوي السوري وحكايات تحكي عظمة سوريا وحضارتها. هي حرفة نحن توارثناها من آبائنا ومن أجدادنا. هي حرفة بيقولوا دمشق أول من نفخ الزجاج، الفينيقيون هم من اكتشف الزجاج، أما الدمشقيون هم أول من نفخ الزجاج. هي الأحرف الأبجدية محطوطة كل اللغة، مثل ما كانت مثلا عندك الآرامية التدمرية، كل شغلة إلى الترجمة. هي تبقى سوريا برغم الألم وأصوات الحقد والتفجيرات تجابهها بندقية رجل تطلق أصوات محبة وسلام لكل العالم. مو غريب على سوريا أن تطلق الخير وينتصر الحق فيها على الباطل، وسوريا هي لغتها الحقيقية الموسيقى، واللي عم يتوهم انه يدمر التراث والفن راح نقول له انه راح نطلق التراث والفن حتى من فوهة البندقية من السلاح.